الشركة والقطيعة مع الماضي. هكا عنونها جواز الزيات الرئيس السابق للراجا، وهذا الشيء من بعد لقاء تواصلي مع منخرطين النادي. يوم 24 ماي تم الإعلان على مشروع تحول مؤسساتي. شنو هما أبرز ملامح هذا التغيير؟ أولا، الشراكة قيادة جهة عمومية رائدة في مجالها واللي هي مرسى ماروك. الهدف مواجهة التحديات سواء المالية أو البنيوية اللي كتواجه الراجا. ثانيا، رفع رأس مال الشركة الرياضية من 300 ألف درهم ل 250 مليون درهم، أي 25 مليار سنتيم. الجمعية غادي تساهم ب10 مليار سنتيم. قيمة الأصول المحولة، يعني قيمة اللاعبين زائد القيمة التسويقية للراجا ليماج دو مارك. ومغصة ماروك غادي تساهم 15 مليار سنتيم مفرقة على 3 المواسم. حتى هنا كلشي واضح. السؤال هو على شحال غادي تستحوذ مغصة ماروك؟ مغصة ماروك غادي تكون لها نسبة 60% في الشركة، والجمعية غادي تبقى لها نسبة 40% مع الاحتفاظ بملكية الأكاديمية اللي كتقدر القيمة ديالها حاليا 28 مليار سنتيم. ندوزو لكيفاش غادي تنفذ هذا الشيء في أرض الواقع. في الأول خاص يتبر معقد التدبير بين الجمعية والشركة وفق القانون 30/09. من بعد غادي تدار جمع عام من المصادقة على المشروع وانتخاب رئيس ومكتب مديري جديد باش يشرفوا على التنفيذ. في نظركم كيفاش غادي يكون تأثير هذه الخطوة على مستقبل الراجا؟ شغف وفراجة، حيت الراجا ماشي غير كورة ولكن حكاية كتعاش.